إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى آتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين وتابعيه وتابعي تابعيه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلحوا ذات بينكم. قال ربنا عز وجل في الآية الأولى من سورة الأنفال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قبل أن يأمرنا الله عز وجل بالصلح فيما بيننا، قدم لهذه القيمة التربوية الشرعية العالية الصلح، قدم لها بالتقوى، والتقوى رأس الأمر كله. التقوى كما قال الإمام علي رضي الله عنه هي خوف من الجليل، وعمل بالتنزيل، وقناعة بالقليل، واستعداد ليوم الرحيل. كلمات موجزات جامعات مانعات لمعنى التقوى، فهي رأس الأمر كله. لأن الذي يتقي الله سينأى عن المشكلات والأزمات والمنازعات، وإذا ما وقع فيها فإن التقوى ستنجيه، لأنه يخشى الله فيتقبل نتائج الصلح وينزل عند قراراتها، لأنه يتقي الله فقلبه موصول بالله. ومن وجد الله فماذا فقد؟ فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. سبق في علم الله جل جلاله أن الناس سيختلفون ويتنازعون، وهذا أمر طبيعي لاختلاف ذهنياتهم، لتباين مصالحهم الدنيوية. فأسباب الاختلاف كثيرة جدا. هناك أسباب ذاتية وأخرى موضوعية. سبق في علم الله أن الناس سيتنازعون، لذلك وضع للناس منهجا منجيا لكل الناس في كل الأحوال وفي كل الأزمان، وهو ما ورد في الآية 65 من سورة النساء. يقول ربنا جل جلاله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نحن نعيش العديد من المشكلات، خاصة عند اجتماع العائلات، خاصة في وقت الصيف مع العطل، حيث يجتمع الناس كثيرا، يجتمعون في الأعراس. ما أكثر الهموم التي تقع في الأعراس، ما أكثر الفتن التي تحصل بين الناس في الأعراس وفي شواطئ البحر وفي الطرقات.
أزمات ومنازعات ومنغصات كثيرة تقع بين الناس. نحن نملك شريعة أحكامها مستقيمة هادية هادفة هادئة تقودنا إلى طريق اليسر. لذلك ربنا جذر فينا قيمة الصلح في عديد الآيات، منها ما ذكر في الآية الأولى من سورة الأنفال، في الآية 10 من سورة الحجرات، في سورة النساء العديد من الآيات. الآية 65 استمعنا إليها، الآية 35 إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، الآية 114 لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فيتمدد الصلح، يتمدد ولا يتبدد، يتمدد يتجدد ويستغرق جميع الدوائر التي يحضرها بنو آدم. ربنا قال أو إصلاح بين الناس بلا استثناء. ثم قال في سورة النساء الآية 128 والصلح خير، أي الخير كله في الصلح. ثم تأتي السنة النبوية لتجذر وتعمق قيمة الصلح فينا في أحاديث كثيرة، منها ما خرجه الإمام البخاري في صحيحه رقم الحديث 2693، حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نزاعا قد وقع بين أهل قباء فقال اذهبوا بنا نصلح بينهم. حديث آخر خرجه الإمام أبو داود رقم الحديث 4119. هذا الحديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال إصلاح ذات البين. إذن اجتمع الوحيان على تجذير قيمة الصلح فينا. أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين. فإذا غرست فينا قيمة الصلح كالشجرة فإنها ستثمر يقينا. ما هي ثمرات الصلح؟ كثيرة جدا، منها طهارة القلوب، هي الثمرة الأولى التي يجنيها الإنسان من خلال قبوله للصلح ونتائجه. طهارة القلوب، طهارة القلوب، والقلوب إذا كانت طاهرة صافية فهي شرط أساس للنجاة، لقوله تعالى في سورة الشعراء في الآيتين 88 89 ربنا يقول إلا من أتى الله بقلب سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن ثمرات الصلح إنهاء المنازعات بطريقة ودية، ومن ثمرات الصلح جبر العلاقات، ترميم العلاقات التي مزقت بسبب الفتن والمنازعات. وكذلك من ثمرات تجذير قيمة الصلح فينا إشاعة هذه الثقافة وهذه التربية على مستوى الأسرة، على مستوى المدرسة، في الأسر، في المدارس، في المصانع، في الشوارع، في أماكن العمل، في جميع مجالات الحياة. فإذا كانت هذه الثقافة حاضرة تعيش معنا نعيش معها، نعيش جميعا في سلم وسلام وفي أمن وأمان. اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم
أن ترزق الشفاء جميع المرضى. اللهم اشفيه جميع مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم احفظ بلادنا الجزائر من كل سوء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم انصر إخوان المجاهدين في فلسطين. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا واستقيموا رحمكم الله، استووا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.